وازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا هتلاقوا الفيديو في الاول كده من غير صوت عشان الصوت عليه حقوق، فاحنا ممكن نشوف الفيديو في جروب التليجرام. هتلاقوا اللينك تحت في الوصف لو عايز تعرف ازاي عملنا الفيديو ده بطريقة سهلة وبسيطة. تابع معايا الفيديو للاخر، يلا بينا. بسم الله كده يا شباب، قبل ما نبدأ أي حاجة نذكر الله ونصلي على النبي تحت في الكومنتات، ويلا بينا نعرف عملنا الفيديو ده ازاي. أول حاجة ندخل على الانستجرام زي كده، بعد كده هندخل على الستوري ونضيف صورة لينا زي ما انتم شايفين كده. أهم حاجة تمشي معايا الخطوات واحدة واحدة عشان الفيديو ده هيبقى طويل شوية، عشان نعرف نعمل الفيديو ده بطريقة سهلة جدا ومن غير أي تعب خالص. يلا بينا نكمل باقي الفيديو. أول حاجة بعد ما بنضيف صورتنا زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ إن احنا نظبط باقي كلام الأغنية. هندوس على حرف ال A اللي فوق ده، وهنبدأ إن احنا نكتب كلمة كلمة في الأغنية بتاعتنا بتاعت النهاردة. لو عايزين الكلام طبعا هتلاقوه في جروب التليجرام، اللينك تحت في الوصف. تمام، زي ما انتم شايفين كده نبدأ نكتب الكلمة زي كده، وبعد ما نكتبها نعمل سيف للصورة، وهكذا هنكتب برضو الكلمة التانية وهنعمل سيف للصورة. انت بقى تقدر ان انت تحط ايموشن، تحط اي حاجة في الفيديو. انا بس ده عشان الشرح فمعرفتش عشان الفيديو ميبقاش اطول من كده. انا الفيديو ده بص عملته في 35 دقيقة، فقدروا التعب ده وكملوا معايا بقى الشرح، وهسيبكم تكملوا بقى الصور زي ما انتم شايفين كده. هنكتب الكلمة وبعد كده نعمل لها سيف. اهم حاجة هتعملوا سيف لكل كلمة تكتبوها. ويلا بينا نكمل باقي الفيديو عشان نعرف ازاي عملنا الفيديو ده بطريقة سهلة جدا. متنساش اللايك وتصلي على النبي تحت في الكومنتات. يلا بينا. وهحاول على قد ما اقدر ان انا مسرعش اي حاجه في الفيديو عشان تعرفوا تعملوا الفيديو ده بكل سهوله.
وبس كده يا ابطال، خلصنا الكلام كله على الصور بتاعتنا. هنخرج ونفتح برنامج كاب كات عشان نظبط من عليه الصور بتاعتنا والانتقالات وكل الكلام ده. هندخل على برنامج كاب كات زي كده بالظبط، يظهر معانا بالواجهة دي. ندوس على نيو بروجكت ونضيف الصور اللي احنا سيبناها كلها. اهم حاجة الترتيب، وقولها لكم تاني، اهم حاجة ان انتوا تضيفوا صوركم بالترتيب واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ولو في اي مشكلة قابلت اي حد وهو بيعمل فيديو، ياريت يكلمني على جروب التليجرام، اللينك تحت في الوصف، وهرد عليكم على طول. ويلا بينا نكمل بقى الفيديو عشان تعرفوا ازاي تعملوه بكل سهولة. وبعد ما ضفنا الصور بالترتيب واحدة واحدة زي كده، نروح في اخر الفيديو هنلاقي اللوجو بتاع كاب كات ده، نعمله ديليت على طول عشان ما يبوظلناش الفيديو بتاعنا. بعد كده نرجع خالص وندوس على كلمة اد اوديو اللي تحت الصور دي، ونختار الفولدر ده ونضيف منه الصوت اللي في جروب التليجرام زي ما انتوا عارفين. وبعد ما ضفنا الصوت زي ما انتوا شايفين كده يا اخواتي، هنبدأ بقى ايه. اول حاجة في موسيقى في اول الاغنية، هنبدأ ان احنا نضيف اول صورة اللي احنا كتبنا عليها بس من غير كتابة خالص عشان نمشيها مع الموسيقى زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ ان احنا نقصها، وهقول لكم الثواني عشان ايه مدلعكوا على الاخر اهو. هقول لكم الثواني عشان ما تتعبوش نفسكم وانتوا بتظبطوا الفيديو. وهتبدا ان انت تقص الصور بتاعتك على الثواني دي بالظبط. خدها سكرين وظبط الفيديو بتاعك، ولو في اي مشكله واجهتك كلمني هرد عليك على طول. ويلا بينا نكمل بقى الفيديو بقى. طبعا ايه مروق عليكم، يا ريت ما تنسوش تنزلوا تحت في الكومنتات تصلوا على النبي. وطبعا لو وصلت لحد هنا طبعا انت صديقي الصدوق، انزل تحت في الكومنتات اديني كومنت برأيك يشجعني ان انا اعمل فيديوهات من دي تاني. ولو عايز اي شروحات من دي تاني اكتب لي تحت في الكومنتات. بس بعد كده هنخلص الثواني بتاعت الصور زي ما انتم شايفين كده. انا سبتها بس ايه عشان تعرفوا تظبطوه. هنشيل الصوت الزيادة زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنروح عند اول الفيديو خالص. هنبدأ بقى ايه نشتغل بقى، نشوف الفيديو بتاعنا ده كده من غير اي افكتات ومن غير اي حاجة. لسه احنا معملناش اي شغل خالص في الفيديو، احنا ظبطنا الثواني بتاعت الفيديو. وده كان الفيديو سريعا كده يا شباب. من قبل ما نشتغل، اول حاجة هنروح كده عند اول صورة وندوس على كلمة اسمها افكت. هندوس على افكت، بعد كده ندوس على فيديو افكت. ما يفتح معانا بقى ايه الصفحة دي. هنخش على كلمة اسمها بارتي، الكلمة اللي فوق دي من الصف اللي فوق. هندوس عليها زي كده، وهنختار كلمة اسمها بلاك فلاش، اول واحدة في الصف التاني على الشمال. تمام، كل حاجة واضحة قدامكم اهو. هنختارها زي كده وندوس على علامة الصح ونحددها على اول صورة بس. حددها زي كده بالظبط عند أول صورة. وبعد ما نحددها عند أول صورة زي كده هناخدها كوبي بقى، ونجري بقى فين عند آخر صورة. آخر صورة بالظبط هنحط عليها فلاش، وأول صورة نحط عليها فلاش. تمام، كل حاجة واضحة قدامكم. بعد كده نرجع ورا خالص وندوس برضه على فيديو افكت. بعد كده هندخل على كلمة اسمها بيزك، تمام، ونختار شيك اللي هي تاني واحدة دي. هندوس على شيك زي كده ونحددها برضه عند أول صورة، وناخدها كوبي لآخر صورة. نفس القصة بالظبط كده. احنا ايه ماشيين واحدة واحدة مع بعض. وبعد كده هنمشي عند تاني صورة بالظبط، هندوس عليها زي كده. بعد كده ندوس على كلمة اسمها انيميشن. بعد كده نخش على كومبو ونبدأ ان احنا نحط الانتقالات اللي بين الصور. انا طبعا ايه في اول صورة دي بختار بدوليوم 1. انا مثلا استخدمت ايه 7 صور في الفيديو ده. اول صورة يعني اول صور بقى بالكلام بتاعها مثلا ايه بندوليوم 1. تاني صورة بندوليوم 2. تالت صورة بندوليوم 1. هكذا لغاية ما نوصل لآخر الصور زي ما انتم شايفين كده. وتابعوا معايا بقى الشرح عشان ايه ما اطولش عليكم. او تقدروا انتوا مثلا ايه تحطوا الانتقالات اللي انتوا عايزينها في الصور بتاعتكم، تشوفوا الشكل المناسب. كل دي انتقالات تقدر انت تختار منهم تحطهم على صورك. وبس كده، دي هتكون الانتقالات اللي انا استخدمتها. يلا بينا.
وبس كده انا مش هعمل اي حاجة تانية في الفيديو. بعد ما خلصت زي كده هنخرج بقى خالص كده نشوف الفيديو مع بعض، في اي حاجة عايزين نضيفها، مفيش اي حاجة طبعا بنسيب الفيديو مع بعض. هنفتح الفيديو زي كده ونتفرج عليه، لو في اي مشكلة هنعدلها، مفيش اي حاجة هنسيب الفيديو على طول. وبس كده دي هتكون نهاية شرح فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عايزين اي شروحات من دي تاني اكتبولي تحت في الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اهم حاجة زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. ولايك للفيديو وكومنت برايك يشجعني ان انا اعمل فيديوهات تانية. ولو في اي حاجة وقفت معاكم كلموني عن الانستجرام او ابعتولي على جروب التليجرام، برد على كل الناس. وبس كده بعد ما شوفنا الفيديو تمام هندوس على علامة السيف اللي فوق على اليمين، واستنى طبعا الفيديو يحمل معانا، وكده يكون الفيديو خلص. والفيديو هيحمل معاك على طول وهتلاقيه في المعرض نزل على طول. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد. سلام.